تحكم في وزنك، تحكم في ضغطك، تحكم في سكرك، تحكم في جيرانك، بأولادك، بكل شيء بعد ما تصلح مقاومة الأنسولين. أخوكم الدكتور خليل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبب أمراض هذا العصر عزيزي، ركز معي في هذه الحلقة وأعرف أنه مقاومة الأنسولين مرتبطة بكل الأمراض. صلحها، استمتع بحياتك. أول شيء لازم تعرف ما هي مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين بكل بساطة هي آلية الجسم للدفاع عن نفسها من السكر الزايد. أول ما تأكل أي شيء تأكله يرتفع عندك السكر، فالبنكرياس يطلع الأنسولين، أنسولين يشيل هذا السكر الزايد، وعنده مفتاح يفتح فيه الخلايا. فتح الخلايا، دخل السكر إلى داخل الجسم، فيدخل فيرسل رسالة. الخلية هذه بعد ما وصلتها السكر ترسل رسالة للبنكرياس: شكرا يعطيك العافية، وصلنا كل شيء الحمد لله شبعنا. في كل مرة تأكل يرتفع السكر، الأنسولين يطلع يدخل في الخلايا، تأكل الأنسولين يرفع. هذه الدوامة كل يوم في كل أكل في كل وجبة. مع مرور الوقت الأنسولين، مستقبلات هذا الأنسولين، الأنسولين المفتاح، مستقبلات الأنسولين هذا القفل حق الباب، باب الخلايا، الأنسولين ما راح يقدر يفتح هذه الخلايا. ليه؟ صار عندها مقاومة أنسولين. ليه؟ السبب السكريات الزايدة، الأكل الزايد اللي انت قاعد تأكله. أوكي؟ فيصير في مقاومة لهذا الأنسولين إنه يدخل هذا السكر. فإيش يصير؟ في الدم السكر مرتفع والخلايا ما وصل لها شيء. فإيش ترسل الخلايا للبنكرياس؟ يا بنكرياس طلع أنسولين أكثر لأنه ما عندنا أكل. فإيش يصير؟ هذا المريض، مريض السكر من النوع الثاني، اللي عنده مريض السكر من النوع الثاني عنده أنسولين أكثر من الأنسولين حق الشخص العادي ب7 إلى 10 أضعاف. هنا نقطة لأعزائي الأطباء، إذا عندك أنسولين عالي ليش تاخذ أدوية تضغط فيها على البنكرياس عشان يطلع أنسولين أكثر؟ في مقاومة أنسولين برا. أوكي، في الأدوية اللي تقلل من مقاومة الأنسولين معليش، لكن أنا أعطي دواء يطلع أنسولين أكثر، وأنا أعطي أنسولين عشان أقلل السكر اللي أصلا سبب مقاومة الأنسولين. راجع أنفسنا، كلنا نراجع أنفسنا كدكاترة، تمام؟ وإنت يا عزيزي مقاومة الأنسولين هي السبب الرئيسي في السكر عندك. طيب كيف أعرف إنه عندي مقاومة أنسولين ولا لا؟ في علامات مقاومة الأنسولين زي ما قلت لك، طالع تحت في كرشة عندك مقاومة أنسولين، زيادة الوزن مقاومة أنسولين، العلامات أو الزوائد الجلدية هذه مقاومة أنسولين، عندك ضغط مقاومة أنسولين، عندك سكر مقاومة أنسولين، عندك كوليسترول عندك مقاومة أنسولين، تتبول كثير في الليل عندك مقاومة أنسولين، شره للكربوهيدرات أو العيش أو الرز أو المكرونة أو الأشياء هذه ما تقدر تستنى عنها عندك مقاومة أنسولين، تجوع كثير عندك مقاومة أنسولين، تنسى كثير عندك مقاومة أنسولين، فيجيك الزهايمر بسبب مقاومة الأنسولين، العضلات أو الأشياء تصير فيها ضمور بسبب مقاومة الأنسولين، الكلى تموت ويجيك فشل كلوي بسبب مقاومة الأنسولين. هذه كلها إذا عالجناها انتهينا. طيب كيف أعالج مقاومة الأنسولين؟ عرفنا أنه سبب مقاومة الأنسولين هو الأنسولين الزايد، يعني الأكل الزايد. على طول عكسه الصيام رقم 1 في معالجة الأنسولين. كيف أصوم؟ الصيام العادي حقنا أو الصيام المتقطع. كيف الصيام المتقطع؟ تأخذ 3 وجبات خلال 8 ساعات، هذه البداية، لا تأخذ أي سناكات في النص، تمام؟ 3 وجبات خلال 8 ساعات، تفطر الساعة 12، تتغدى الساعة 4، تتعشى الساعة 8. انتهينا لمدة 3 أسابيع إلى شهر. بعد شهر تخلي ال3 وجبات هذه، لكن خلال 6 ساعات، 12 تفطر، 3 تتغدى، 6 تتعشى. مع مرور الوقت أصلا ما راح تجوع، حتخلي وجبتين فقط، وهكذا إلى أن تجي تاخذ وجبة واحدة في اليوم وتنسى شيء اسمه مقاومة أنسولين. عزيزي أنت لما تكون في رمضان صايم وتجي الساعة 11 صباحا 12 الظهر تجوع، ليه ما تاكل؟ لأنه عندك يقين أنه إحنا في رمضان فخلاص، عشان تعرف أن الجوع هنا في دماغك. الجوع موجات، يرتفع ما أعطيته حينزل، الجوع يروح منك. فإيش يصير؟ الجسم يبدأ ياخذ من الدهون المحوشة من زمان. أول الدهون اللي حياكلها الجسم الدهون اللي على الكبد.
الثاني الدهون اللي هي الكوليسترول اللي تسبب مشاكل. هذه لما واحد يبدأ رجيم يقول لك أنا ما قاعد أنحف، يا حبيبي عندك دهون كبيرة على الكبد والكوليسترول، هذا الجسم يتخلص منها بعدين شكلك هذا آخر شيء. أوكي. الثاني المهم جدا تمارين المقاومة للي يقدر يستطيع الأوزان. تمام. هذه من تزود حساسية الأنسولين بطريقة رهيبة جدا. وإذا ما قدرت، لا ما عندك عذر ترى، إذا ما قدرت تسوي تمارين مقاومة، المشي يوميا لمدة ساعة قبل النوم. تقول لي أنا ماشي النهار، هذا مشي النهار شيء، المشي اللي في الليل شيء، مشي علاجي. مشي ساعة يوميا يقلل أو يزود حساسية الأنسولين، مقاومة الأنسولين تنزل. الطريقة الثالثة لتقليل مقاومة الأنسولين تقليل التهاباتك في جسمك. أول شيء شفت الصيام قبل شوية يقلل لك الالتهابات بطريقة مهولة. قلت الالتهابات قلت مقاومة الأنسولين. كيف أقلل الالتهابات كمان؟ النوم. معشر السهرانين، نام بدري قلل التهاباتك. تمام. الطريقة الرابعة إيقاف السكريات والزيوت النباتية المهدرجة الضارة. كل ما أكلت، شوف أكلت سكر ارتفع السكر كذا، أكلت سلطات ارتفع السكر، لكن هذا الارتفاع بسيط. فارتفاعك الكثير هذا بسرعة الجسم يطلع انسولين أكثر أكثر أكثر، فتزيد مقاومة الانسولين. يعني بين قوسين كيتو دايت. النوم يا أخي نام تصلح مقاومة الانسولين. تمام. النوم المبكر، خاصة أن تأخذ 8 ساعات في الليل كفايتك من النوم، هذا يصلح مقاومة الانسولين. ليه؟ لأنه يقل عندك هرمون التوتر الكورتيزول. هذا ينقلنا إلى النقطة اللي بعدها، تقليل التوتر. ليه أنا أقول لكم ناموا؟ ليه أقول لكم تمشوا؟ ليه أقول لكم قللوا التوتر؟ لأنه التوتر يرفع معاه هرمون الكورتيزول. هذا الكورتيزول يبدأ يطلع من الكبد السكريات المخزنة في الكبد، يطلعها برا في الدم، فيرفع السكر. الشيء الثاني يكسر العضلات، يطلع منها سكر، فيرفع السكر. ارتفاع السكر هذا يؤدي إلى مقاومة أنسولين. تمام. هذا مريض السكر لما يجي يقول والله أنا ما قاعد أكل وسكري في السماء، هذا السبب هرمون التوتر. طيب كيف أقلل التوتر؟ بشيئين. شفت المشي حق قبل شوية؟ المشي يوميا لمدة ساعة لمسافات طويلة يقلل التوتر. الشيء الثاني الخضروات. فالخضروات هذه تنقلنا إلى النقطة السابعة، الخضروات وما أدراك ما الخضروات. أي مريض ضغط يجيني، أي مريض سكر يجيني، أي مريض عنده أمراض مزمنة كوليسترول، أقول له خذ خضروات. السبب إنه عندنا فايبر اللي هي ألياف في الخضروات. هذه الألياف تروح تأكل البكتيريا النافعة اللي عندك. هذه البكتيريا النافعة تطلع البيوريت هذا حمض دهني يبدأ يزود حساسية الأنسولين. عرفت ليش أقول لكم خضروات؟ عرفتوا ليش أقول لكم من 5 1 2 3 5 أكواب إلى 10 أكواب يوميا؟ عشان هذا السبب. أكل البكتيريا اللي معك، قلل حساسيتك للأنسولين، عالج أمراضك بطريقة بسيطة جدا. وكمان خل التفاح يزود حساسية الأنسولين، القرفة تزود حساسية الأنسولين، فيتامين د يزود حساسية الأنسولين، وعندنا كمان الأوميجا 3 تزود حساسية الأنسولين. فبسيطة جدا، طرق بسيطة جدا تتغلب فيها على سبب أمراض العصر كلها. حتفضل كذا، يعني حتكون عمرك كله على الأدوية مبسوط بدون ما تعالج مقاومة الأنسولين. والله سانتي ما راح تنحف. تمام. كل الأشياء أو التمارين اللي أنت قاعد تسويها ترى مضيعة وقت. كل الدايت اللي أنت قاعد تسويه نفسيات على الفاضي. عالج مقاومة الأنسولين وتنحف لحالك. عالج مقاومة الأنسولين والضغط عندك يضبط. عالج مقاومة الأنسولين والتوتر حيروح. عالج مقاومة الأنسولين والكوليسترول حينزل. طولت عليكم، أعتذر. فإذا أنت أول مرة تشوفني لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهذه الحلقة مهمة، رسلها لكل شخص عنده مرض سكر، ضغط، كوليسترول، يبغى ينحف، يبغى يتمتع بصحته، خليه يعالج مقاومة الأنسولين، وبإذن الله حياته حتفضل وحتصير أفضل بكثير بإذن الله. وفي نهاية الحلقة وزي كل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.